يسعد لي صباحكم، إن شاء الله أيامكم كلها ورد وياسمين. يا رب الله يكتب لكم أيام بتجنن. كيفكم؟ شلونكم؟ إن شاء الله بألف خير. اشتقت لكم كتير كتير كتير. رجعت لكم بفيديو حلو كتير ومتنوع وبتمنى يعجبكم. صار لي فترة غايبة عنكم بس الحمد لله مثل ما قلت لكم إنه عم انتقل وكانت هيك نقلة ونقل البيت بتعرفوا قديش صعبة والله. لليوم من اليوم يعني لليوم هيك قعدت يعني هيك إنه أشرب قهوتي على رواق، إنه خلص ما عاد فكر انه في عندي هالشغله، ما عاد فكر انه في شيء هيك في شيء. الحمد لله يعني انه اليوم هيك تركنت وانتقلت على بيتي. الحمد لله. يا رب الله يكتب لها عليكم، يا رب كل واحد مشتهي اللي بده، اللي يا رب تطعمكم الذرية الصالحة، يطعمكم البيت، يطعمكم الرزق، يطعمكم البركة لكل مشتهي. بتمنى منكم كمان دعوة إلي هيك على البيت الجديد، ان شاء الله تكون ايامكم كلها خير. والله الحمد لله هيك صار لي هيك هالفترة عن جد انه ثلج هون باسطنبول بتركيا ما شاء الله. يعني طلت انه 4 ايام ثلج، بس انه هالثلج والله طلع من حظنا. لانه شو الاولاد ما راحوا على المدرسة، ما في انه عجقة اولاد مدرسة يروح يوصلوا الاولاد على المدرسة ورجعيهم على المدرسة. والاهم الشيء انه انا الحمد لله نقلت بيتي كانت انه سهلة، بما انه بيت انه انا انتقلت على الميناي المقابلي يعني، فانه غيرت بس البناية يعني، ولا انه الحارة والمنطقة كل شيء يعني الحمد لله انه كلهم نفس الشيء. وبس هيك واحد كمان هيك احيانا لما تركت بيكي عن جد انه حسيت مثل ما بعرف غصة انه تزوجت فيه لهالبيت، انه جبت ابني بنتي. انا لما كنت سكت اول شيء سكت عند حماتي، فبعد انه هيك فترة 9 شهور رجيت على هذا البيت. كانت بنتي يمكن عمرها 1.5 سنة. هيك انه ابني هون ولدته ذكريات يعني. بالاخص هداك بيتي انا انه بحس انه عم نحكي انا وزوجي، انه بقول له انه عن جد ما شاء الله يعني بحس انه هداك البيت كل حجرة لها فيه ذكريات. لانه نحن هيك عملنا للبيت، نحن اللي قدمنا، نحن اللي غيرنا فيه، غيرنا ديكور المطبخ، غيرنا الصالون، غيرنا الباركة، كتير كتير غيرنا بهالبيت. فانه كان عن جد انه صعب علينا انه شيء، بس الحمد لله انه ان شاء الله بتكون خطوة إلنا منيحة، خطوة تكون إلنا ميسرة. الله ييسرنا ويجعله هذا البيت قدومه خير علينا يا رب، ويجعله بداية للذكريات، بداية للأحلام، بداية لكل شيء فيه تيسير رزق صحة. الحمد لله يا رب. هون والله قبل ما اترك بيتي يعني قبل ما اترك البيت القديم تبعي، فقلت انه لازم اودعه هيك باكله. وهون عم ضبضب يعني هيك البيت وكذا اخر نقله، وهيك عم بنقل شوي شوي كنت بهالفترة. فوالله كانت انه بيان اخر هالنقلات وهيك، فقلت انه اطيب شيء اعمل بهالبردات شوربة العدس، وارحق لي شوية هدول فروج جاهزات هيك بقليهم مع بطاطا مقلية والحمد لله. والله هون شوربة العدس بحط لها يعني كعسة عدس مع بصلة ومع ملح وبهار، وشوية فلفلة حمراء، وحطيت لها فلفلة حمراء عادية يعني، وجزر وبصل، وما بحط لها راس بطاطا. وهون هدول الخبزات هيك أمرهم شوي بالاير فراي، بس هيك تأمروا شوي زيادة. بتعرفوا عشقة البيت وهيك. وهيك نحكي لكم، انتوا شو تحكوا لي؟ كيفكم؟ كيف الجو عنكم؟ ان شاء الله بألف خير. ان شاء الله الجو عنكم كيف؟ طمنوني عنكم. شو تحكوا لنا؟ شو طابخين؟ جهزتوا لرمضان؟ فرزتوا اغراض؟ والله بتعرفوا انه انا هالسنه يعني انا قلت لكم انه انا مالي من النوع اللي بفرز كتير، بس يعني هالسنه انه الحمد لله اللي خلصت هلا يعني قلت هالاسبوع انه ببقى علي خلاص. يعني انا بس بعمل انه هي شو اسمه عندي الالاضي بدي اغسلهم هيك بالغساله. هيك الحمد لله الاضي كمان بنغسلوه بالغساله، بدي فكهم وغسلون والحمد لله بكون خالصة كل شيء، البرادي يعني وكل شيء البيت مدهن ونظيف وكذا. مش قادرة اعملكم هيك جولة كاملة بالبيت، بس يعني هيك شوي لارتاح لاخذ نفس مثل ما بيقولوا. وهيك والله يعني. بس انه الحمد لله انه هذا يعني ما بعرف انه شو بدي لكم يعني. مين هيك انه مثلي لما بيطلع انه لما مين هيك مثلي عاش هالتجربة انه انتقل على بيت جديد، حس فيه انه ما بعرف يعني. ما بعرف انا حسيت عن جد انه بشي بقلبي انه يمكن حتى زوجي هيك، مع انه هذا البيت الحمد لله انا بيتي اللي قبل طابق ارضي وهيك، انه هذا طابق عالي وبلكونه وهيك. فما بعرف يمكن التعويض يمكن او الانسان عن جد بكل مكان. انا هذا رايي، انه هيك بنظيرتي قعدت فكرت انه مو مهم البيت، مو مهم الاشياء. اكيد الاشياء لانه انت عم تعمليها، لانه انت عم ترتبيها. المهم انت المكان اللي ترتاحي فيه، المهم انت البيت يعني. بيتك انت تعمليه جنة يعني. ما بتفرق البيت وين كان، ما بتفرق البيت وين. مهم البيت يكون راحته نفسية الراحة اللي عن جد في كل بيت بتحسوا انه هيك
براحة. بس الحمد لله هيك إنه هو هيك الحمد لله. بس قصدي إنه كل إنسان هو بيته هو اللي بيعمله جنة، فيه يعمله جنة وفيه يعمله مثل ما بيقولوا جحيم. يعني أنت بتعملي جنة، بتعملي جنة بذكرياتك، بأكلاتك، بترتيباتك، بلمساتك. أنت هدول لمساتك السحرية أنت اللي بتعمليهم، هيك الشغلات اللي بتحبيها أنت مع الأولاد مع كذا مع هيك أجواء العيلة، حتى أنا تتذكري كل لحظة كل شغلة. يعني بنزل لكل ما بنزل بشوف إنه بيتي، فأنه بقول إنه يا الله يا الله إنه هيك كنا، يا الله يا الله، إنه عن جد الذكريات بتضل دائما. حتى لو مهما بعدنا، لو مهما إنه صار سنين وقعدنا، أكيد هون هذا البيت هلا رح يضل عندي، رح يصير عنا ذكريات ورح يصير شيء ورح إنه خلص نتأقلم على هذا البيت. بس أكيد هذاك البيت اللي قضينا فيه ذكريات، أنا إنه جبت ابني فيه، ربيت بنتي فيه، كبرت بنتي هنيك، ابني صار عمره إنه مثلا بحدود 2 سنين. فسبحان الله لكل لحظة ولكل عمر ولكل سنة في إلهم ذكريات انت بإيدك بتعمليهم حلوة. وهون والله حاخذ لكم هيك مقتطفات صغيرة، لأنه قبل ما أتركن هيك عم مسح الغرف النوم. بتعرفوا إنه اللي كانوا لحد غرف النوم وهيك، فطلعوا هيك عملت لهم هيك مسحة هيك بجيف، ومسحت المطبخ كلياته وهيك شفته هيك شلت له اللزقات وهيك. يعني كان بمزح معي كمان معي. وهون والله هون شفنا الثلجات، ان الاولاد لا لازم ينزلوا على الثلج وما بيقدروا ما ينزلوا على الثلج، وكان عن جد برد 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 برد. يعني هالاسبوع كان بتركيا بالاخص باسطنبول، ما بعرف انه بالمناطق المجاورة، بس عن جد كان ما شاء الله. كان يعني ينزل من هون يعني ينزل من هون يطلع من هون، ينزل من هون يطلع من هون، وكان برد مو طبيعي. يعني حتى البيت اول يومين مو جديد وهيك عن جد كتير بردنا وما الدفي. يعني الله يعين عن جد اخواتنا اللي بفلسطين، الله يعين اهلينا اللي بالخيام يا رب، الله يحميهم ويخفف عنهم يا رب. هون هلا رح ورجيكم هيك سويت ديكور الصالون تبعي الجديد، بتمنى يعجبكم. وحكولي هلا رح اطبخ معكم اول طبخة ببيتي الجديد. كيف حبيتوا هذا المطبخ ولا المطبخ اللي قبل؟ يعني انا حبيت الاثنين، بس انا هون اكتر شي زاوية حبيتها بهذا البيت يعني الجديد هو مطبخي. هو المطبخ الجديد هو انه واسع واكبر وهيك وبرتاح فيه اكتر. الحمد لله يا رب. هون هيك شايفين، حتى شايفين انه هيك الانتري كيف انه لسه هلا فيه المساحات وكذا. كنت هلا خالصة جاهزة والحمد لله. هون هذا مطبخ عم بعمل هيك بعد ما خلصت وخلص هيك، كيف انه بتحسوا بالراحة انه خلص تركنتوا وطبقتوا البلور هيك على ذوقكم وهيك، والقلاطة وكذا مسحتهم وكل شي. يعني بس عليهم غسلون الحمد لله. يعني كان الخودة كلهم الحمد لله. تقولي جديد يعني كل شي جديد. يعني انا دخلت على رمضان نضيف كل شي. يعني عملت تعزية رمضان من اول لاخر مثل ما بيقولوا، تعزية العيد معي يعني. وهون قلت رح اعمل كاسة نسكافيه هيك الي هيك على الرواق واقعد فيها روق. انتو حكولي شو طابخين، شو عم تعملوا، ذكرونا باكلات. هلا شو في اكلات هيك برمضان، شوربات، شو فرزتوا انتو ولا ما فرزتوا، عملتوا تعزية رمضان ولا ما عملتوا؟ حكولي. وحكولي كمان بالتعليقات حبيتوا انه هذا المطبخ اطبخ فيه ولا القبل كيف كان هيك كذا. ان شاء الله يا رب. هيك رح نعمل هيك اكلات حلوة كتير هون، رح نعمل هيك روتينات بتجنن. بتمنى يعجبكم، وبتمنى لا تنسوا تعملوا لي لايك وكومنت حلو، ولا تنسوا المتابعة. وبتمنى هيك تنشرون لرفقاتكم لحتى تكبر اكثر قناتي بمحبتكم وفيكم يا رب. هون عم بعمل هاي الأكلة كتير طيبة. وبتعرفوا انه هيك الفرن اجا. يعني كان ما عندي انا فرن بالبيت، انه كل يوم بدي اشتري فسبحان الله. يعني لقيت انه خلص انتقل على البيت، فانه خلص ما في داعي بدي اشتري هيك فرن يعني على انه هيك على الغاز، يعني مثل ما بيقولوا على الكهرباء مع بعض، يعني هيك طقم. فانه الحمد لله يا رب الله كتب لي وهيك انتقلت على البيت تيسر لي. والله هون عم بعمل هاي الاكله. اول شي مثل ما شفتوا حطيت بطاطا، البطاطا هيك بسلقها على النار لحتى اعملها بوريه. هون عندي فلفله حمراء وفلفله صفراء هيك شفتها بالبازار، فقلت اكيد رح اعملها هالاكله. كان انه هيك والله متردد اعمل مكسيكانو ولا اعمل هاي. شوفوا هون ايدي انجرحت شوي، يعني هيك جلتين انقلعت. سبحان الله ما شاء الله. يعني بدي انه السكينه حاده، فانه هيك والله فرمت هالفلفل الخضراء وفرمت هالفلفل الصفراء هيك كانوا شكلهم بجنن. وحطيت بصله، هدول هيك كلهم هيك بفرمون على الناعم، وبحط لها فطر كمان. بخلي البطاطا تنسلق على مهله. بعد ما بتنسلق البطاطا وبعد ما بفرم الخضرة بحط البطاطا بعملها بوريه. هلا برجيكم كيف بعملها للبطاطا البوريه. وهون بحط الصدر، عندي كان صدر يعني هي مثل طريقة المكسيكانو، بس ما بحط لها مرقة، او بحط لها فوق البطاطا البوريه، وبحطها على الفرن لتستوي. يعني ما بخلي ما استوت الفروج، ما خليت يستوي الفروج ابدا. يعني بس هيك قلبتهم مع بعض مع ملح وبهار، لانه الفروج كان عندي شوي هيك مبوظ، فتبلته هيك شوي
دبل مع ملح وبهار، ومع الخضرة خليتهم هيك يتقلبوا مع بعض، ملح وبهار، وحطيت له شوية أورجانو وفليفلة حمراء ومعلقة بندورة، معلقتين بندورة حسب الرغبة مع الفطر. بعدين هيك ضفتها كلياتها فوق البوريه، وقعدت والله يعني بحدود 50 دقيقة لساعة. كانت بالفرن جاهزة. عملت معها رز أبيض وصحن سلطة، عن جد كانت كتير كتير طيبة. يعني لما بتتشرب، هي البطاطا اللي بتتشرب بتعطيها كتير نكهة طيبة، هم تعطيها نكهة للدجاج، هم تعطيها نكهة للبطاطا. كتير حبيتها وكتير لذيذة، بنصحكم تجربوها يعني. حتى في ناس بيحطوا لها جبنة قشقوان، فأنا ما حطيت لها هالمرة. عن جد تطلع كتير كتير طيبة يعني، انه مثل انه شي مختلف يعني. انه البطاطا عن جد بتطلع طعمتها كتير نكهة إلها طيبة، ومو بتنزل لها هيك المي تبعت الفروج وهيك النكهات. فعن جد تطلع الحمد لله كتير طلعت طيبة، واكلنا والحمد لله يا رب. الله يديم علينا صحة وعافية يا رب. ويا رب ما بقي شي هيك رمضان ما بتلاقوا الا هيك صار على الابواب. والله شي انه 4 5 ايام. هلا اليوم رح ينزل الفيديو يوم الاثنين، ما بتلاقوا انه الجمعة سحورنا وخلص رح نتسحر واجا رمضان. يا رب يجعلوا هالرمضان وقدومه خير علينا وبركة يا رب. الله يرزقكم ويوفقكم ويحميكم، ويجعل بيوتكم كلها بركة ورزق، ويحمينا أولادنا يا رب. كل واحد مشتهي الذرية الصالحة ربي تطعمه، ولكل حدا مشتهي البيت، رزق، سيارة، عمر، صحة، زواج، الله يا رب يطعمون ويحميهم، وكل أمانيكم تتحقق يا رب. بحبكم كتير، كونوا بألف خير. هون لازم أعمل هيك إجازة محارب مثل ما بيقولوا، هيك إنه استراحة محارب. فقلت إنه رح أعمل هيك، جبت عنينة عصير. فإنه قلت أنا بصب إلي بصب لزوجي، لأنه كان هون يوم الأحد هذا اليوم عم بعمل هيك الأكل. فوالله هيك قعدت هيك استراحة محارب، وهيك شربنا هالعصير هيك كان بارد. هيك تروقت. بالأخص واحد لما عم يطبخ بحس حاله بالشوب عن جد. صحيح إنه برضو هيك، بس لما بتطبخي هيك بتحسي حالك إنه حرارة جسمك كلها طالعة. وكان هون عندي كمان فترة بالبيت إنه ما كان في عندي نت ولا كان في عندي شي يعني. فأنا واحد بستصحب عن جد الإنترنت، هو بتحسوه حياة يعني. هيك هي جولة بالمطبخ عندي. هون هلا هون كان هيك عم بيقدم، بس هو الأذان ما طلع، لأنه ما شاء الله ابني طغى صوته ما شاء الله على الأذان قد ما طلع. أنا قلت رح أعيفه، فأنا سبحان الله طغى صوته، الله يحميه يا رب. وهي البوريه اللي حكيت لكم عنها، بعد ما بتنسلق البطاطا منيح منيح، في ناس بيعملوها بالبلندر، فأنا والله قلت إنه مسلوقة وسخنة، فرح أعملها بدقيقة. بحط لها شوية زبدة وشوية حليب لتطرى يعني معنا، مع ملح وبهار، وبتلاقوا عن جد مثل الكريمة. شفتوا عملتها بالمصفاية، فما كان لها داعي ابدا انه اعملها بالبلندر. فيكم تعملوها بالبلندر انه دقيقتين يعني. فانه والله ما كان انه عندي هالمصفاية يعني، انه منيحة كتير حسيت. هيك بطبقها كلها هيك بالبورجام يعني، هيك بالصحن هذا اللي عندي الغميق. وبعدين بضيف الدجاج اللي قلت لكم عليه. هيك شوفوا كان بارد عندي دجاج، فلما ما دبل وهيك حطيت له ملح وبهار، ومع الخضرة هيك دبلتهم كلياتهم مع بعض، وحطيتهم فوقها. وطلعت عن جد بتجنن. هون عملت الرز الابيض وصحن سلطه، وصلى الله وبارك. عن جد قديش حلوه هالالوان، قديش هيك حلوين الالوان. عن جد بتفرفح القلب. بحس ما بعرف، هيك اللون الاخضر على اللون الاحمر، هيك على اللون الاصفر، بجنن يعني. الحمد لله على النعمه يا رب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى تكونوا بتحبوا فيديوهاتي وعم تحبوا محتواي والروتين. ولا تنسوا المتابعه، وخلونا نكبر اكتر اكتر واكتر لحتى نعمل روتينات احلى واحلى. بحبكم كتير. كونوا بأمان الله يا رب. الله ييسر لكم أموركم. نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. كونوا بألف خير يا رب. الله معكم.